تبدأ أحداث الحلقة في ذروة الاشتباك، حيث يتمكن أحد رجال ماركوس من السيطرة على النقيب حيدر، لكن الأخير يستجمع قواه فجأة ويقضي على المجرم في لحظة حاسمة. وفي الوقت نفسه يصدر ماركوس أوامره لرجاله بقتل العقيد كوبوز والنقيب كاغان، إلا أن الضابطين ينجحان في التحرك بذكاء والدفاع عن نفسيهما، ويدخلان في اشتباك عنيف يتمكنان خلاله من الاستيلاء على أسلحة المهاجمين. وأمام هذا الفشل يرتكب ماركوس جريمة مروعة، إذ يطلق النار على ابنه ميشيل ويرميه أمام كوبوز وكاغان ليشغلهما به، مستغلا اللحظة لمحاولة الهرب، غير أن حيدر يكون في انتظاره فيطارده ويتمكن من إسقاطه أرضاً. وعندما يصل كاغان يجد أن حيدر أنجز المهمة، فينهال على ماركوس ضرباً ويفقده الوعي بعد أن يتوعدهم الأخير بالانتقام. في هذه الأثناء يبقى العقيد كوبوز إلى جانب ميشيل محاولاً إنقاذه وإيقاف النزيف، لكن الوقت يكون قد فات ويفارق ميشيل الحياة. يصاب الجميع بصدمة، خاصة عندما يدركون أن ماركوس هو من قتل ابنه بيده. تصل الشرطة لاحقاً لاحتجاز ماركوس، لكن يتضح أن أعوانه ما زالوا منتشرين خارج المكان، ويتوعدون الضباط بعدم مغادرتهم البلاد أحياء. نكشف لاحقاً أن الرجل الذي يقود هذه الجماعات يدعى سيمون، وأنه شريك ماركوس ويعمل لصالح الكيان المعادي. كما يتبين أن رجاله منعوا الشرطة من تأمين المكان، ما يضطر العقيد كوبوز لاتخاذ قرار خطير بتغيير السيارة والخروج من لبنان عبر الحدود السورية، رغم تحذيرات الملازم أمنار من احتمال وقوعهم في كمين هناك. في المقابل يتلقى سيمون أخباراً تؤكد مقتل الطبيب والممرضة ووقوع ماركوس حياً في أيدي الضباط، فيدرك خطورة الموقف ويقرر منعهم من مغادرة المنطقة بأي ثمن. العقيد كوبوز يتواصل مع الجنرال كوتلميش ويبلغه بنجاح المهمة مؤقتاً، فيأمر الجنرال بإرسال مروحية بعد تجاوزهم الحدود، محذراً من أن سيمون أخطر بكثير من ماركوس. داخل السيارة يحاول ماركوس تبرير جريمته، مدعياً أن ابنه كان يتمنى الموت، لكن الضباط يواجهونه بالحقيقة المرة أنه قاتل ابنه بدم بارد. كما يصدمه كوبوز بخبر نجاة سارة، فينهار غضباً ويتوعد بالانتقام. بالتزامن مع ذلك يهرب الهان من المستشفى قلقاً على زملائه، ويعود إلى الفريق رغم تحذيرات الأطباء، بينما يكلف باهتيار بمهمة جديدة في قرهباغ، ما يضطره للابتعاد عن فريق توران رغم حزنه. وعند وصول الضباط الثلاثة إلى الحدود السورية ومعهم ماركوس يتعرضون لكمين مسلح عنيف، ورغم قلة أسلحتهم ينجحون في القضاء على معظم المهاجمين. يحاول ماركوس استغلال الفوضى للهرب، لكن كاغان ينتبه له ويمنعه، وبعد ظنهم أنهم تخلصوا من جميع العناصر يواصلون طريقهم دون أن ينتبهوا إلى أن أحد المسلحين ما زال حياً. تتضح الصورة أكثر عندما يحصل الجنرال كوتلميش على ملف سيمون، ويكتشف علاقاته الخطيرة بالتنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه العدو الأخطر الذي يواجه الفريق. في المشهد الأخير يظهر سيمون على الحدود مع مجموعات كبيرة من المسلحين، ويخطط لإنقاذ ماركوس والقضاء على الضباط. تتعرض سيارة الضباط لهجوم جديد، وخلال الاشتباك يقفز ماركوس من السيارة مستغلاً انشغالهم. تتصاعد الأحداث بشكل مأساوي عندما تنفجر السيارة وتسقط من أعلى الجبل، وينقطع الاتصال مع العقيد كوبوز، ليظن الجميع أن الضباط لقوا حتفهم. تنتهي الحلقة على مشهد صادم،
حيث يعثر رجال سيمون على ماركوس ملقا أسفل الجبل دون معرفة ما إذا كان حيا أم ميتا، فيما يبقى مصير الضباط الثلاثة مجهولا. لتبقى الإجابة مؤجلة إلى الحلقة القادمة.